أصل أنا باحب ألعب، باحب دايمًا ألعب كده إيه وأقعد ألِف الحاجات. طبعًا دي منتجات خشبية من شركة أورفا، إحنا الوكيل ليها في مصر. ده شغل داخل لنا جديد، طبعًا اللي عايز منه كميات موجود، بيتكوّن من حاجات كتير. أول حاجة هنتكلم عليها النهارده هو المنظمات الخشبية، والمنظمات الخشبية دي في منها الشكل ده والشكل ده، تمام؟ وفي طبعًا المنظمات اللي بييجي معاها مراية زي كأنها تسريحة صغيرة كده ممكن تتحط على التسريحة، في منها الشكل ده والشكل ده. وطبعًا بييجي معاها كمان القُرَم، عندنا برضه القُرمة الشكل ده بيبقى stainless steel والحرف بتاعها خشب، في الشكل ده والشكل ده، وفي كمان الحامل ده عليه 4 قُرمات، كل قُرمة مرسوم عليها حاجة معيّنة، يعني مثلًا القُرمة دي مرسوم عليها اللحمة، وعندنا القُرمة دي مرسوم عليها سمك، والقُرمة دي مرسوم عليها جبنة، اللي بيحب يقطّع الجبنة الرومي وكده. وعندنا القُرمة دي مرسوم عليها العيش. معانا طقم التوابل اللي هو واخد حرف X ده، هو إزاز والغطا بتاعه خشب. وطبعًا معانا المقاسين دول بقى لمّا تحب تعمل تورتة أو بيتزا أو بتزيّن بيها التورتة وتعمل أشكال اللي أنت حاببها. وما ننساش إن الرملاوي أصل المنزلي في مصر، وصباح الفل. الرملاوي أصل المنزلي في مصر.